السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا؟ وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات. فيديو النهارده جديد وهنعمل مع بعض رز بلبن. تعالوا نبدا الفيديو مع بعض ونصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. ويلا بينا هقول لكم طريقه الرز بلبن زي بتاعه المحلات واحسن كمان. معايا هنا طبعا كوبايتين من الرز، انا نقعيهم في ميه زي ما انتم شايفين كده. طبعا انا غسلته حلو جدا ونقعته في الميه ديت لمده بالظبط 5 دقايق. ومعايا طبعا حله على النار انا حاطه فيها ميه وبدات تغلي معايا. طيب معايا هنا كوبايتين من الرز بنحط عليهم 4 كوبايات من الميه وبنحط عليه كيلو لبن. تمام. اهم حاجه رز بلبن. يعني ايه رز بلبن؟ يعني لبن، فاللي احنا لازم نكتر اللبن. ما تنسيش تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ولو الفيديو عجبك يا ريت تكتبي لي كومنت حلو كده. يلا بينا مع بعض هنصفي الرز مع بعض كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو هنصفي الميه كلها بالشكل ده كده، وبعد كده هنبدا نحطه في الحله. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو ماشي. هنبدا بقى هننزل بيه في الميه المغليه. اهم حاجه الميه تغلي، دي اهم حاجه. طيب الخطوه الثانيه بتاعت الرز بلبن، احنا نزلنا كده اهو خلاص بالميه بالرز بتاعي في قلب الميه، وهبدا ان انا اقلبه تقلبتين كده واخليه على النار لحد ما يبدا او اللي هو يبدا يشرب مني الميه، واوطي عليه خالص. وبعد كده اقول لكم الخطوه الثانيه ايه. بصوا يا حبايبي كده بقى خلاص الرز بتاعنا كده شرب الميه وبدا اللي هو دخل في السوا. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ هنبدا ننزل بكميه اللبن بتاعتي كلها. بسم الله الرحمن الرحيم. هننزل بكيلو لبن زي ما قلت لكم، كوبايتين رز على 4 كوبايات من الميه على كيلو من اللبن. في ناس بتحب اللبن كتير، في ناس بتحب اللبن قليل، دي حاجه ترجع لكم بقى. كيلو لبن كامل على الرز، لان هو اسمه اسمه رز بلبن، طبيعي يبقى اللبن فيه يبقى كتير. وهقلبه تقلبتين 3 كده مع اللبن، وهوطي برضو عليه عشان يكمل باقي السوا. طيب هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنجيب السكر بتاعنا. هنزل بيه حوالي كوبايتين من السكر، بس اهم حاجه تدوقيه الاول، ما تكتريش السكر الا لما تدوقيه، وتقلبي كده مع بعض داير ما يدور اهو، عشان خاطر السكر يدوب معاكي. تمام، ما يبقاش مكلكع وكده. تفضلي تقلبي كده على طول اهو. بصوا تقلبي حلوه قوي قوي عشان السكر يدوب معاكي. احنا عايزين اهم حاجه السكر يدوب. بصوا بقى دي كده المرحله التانية عايزين تحطوا فانيليا حطوا، بس انا ما عنديش بصراحه، فمفيش مشكله. يعني الفانيليا بتديله بس نكهه كده وريحه حلوه. عايزين تحطوا مكسرات بعد ما يتعمل تمام، مفيش مشكله. عايزين تبدلوا السكر بعسل ابيض وتحلوه بالعسل الابيض برضو مفيش اي مشكله. يعني لو انت عايزه تحطي عسل ابيض بديل من السكر مفيش مشكله. انا كده اهو تبصوا كده السكر خلاص داب دوبان. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ هدوقه. اهم حاجه لازم ادوقه عشان اشوف السكر. الحاله بتاعه كويس تمام. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ الخطوه الثانيه اللي هي يعتبر الثالثه او الاخيره. انا كده خلاص حطيت اللبن وحطيت السكر. بصوا القوام بتاعه حلو قوي ازاي. في ناس بتحط نشا، لا النشا بتخليه بيمسك جامد كده في التلاجة وبيبقى ناشف محجر خالص، فاحنا مش هنحط نشا. تمام، احنا هنخليه كده يعني يديني القوام اللي انا عايزاه منه لنفسه كده، ما نحطش اي اضافات تانية. بصوا الجمال. بصوا هعمل ايه بقى دلوقتي؟ هوطي عليه بالظبط لمده 5 دقايق، وبعد كده هاجي اوريكم شكل الرز بلبن بتاعي. وقبل ما نغرفه في الطبق انا بخليه يهدى شويه من على النار، يعني حوالي مثلا 2 3 كده من السخونيه في البتاع دوت في الاطباق. بعد كده نشيله في التلاجة. كده يا حبايب قلب الرز بتاعنا خلص اهو زي ما انتم شايفين كده. طبعا انا بحب احطه جد قوي
الطواجن اللي هي الفخار دي بحب احط فيها الرز بلبن قوي. بتبقى ساقعه كده وبتبقى جميله جدا. اهو انا كده اهو خلصت كميه الرز بلبن بتاعتي كلها. عايزين بقى لو في بقى زبيب، جوز الهند، سوداني، اي حاجه حطوها، مفيش اي مشكله. طبعا بقى الجو حر وبنبقى عايزين ناكل اي حاجه كده ايه ساقعه. ويا رب يكون الفيديو عجبكم النهارده. ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو. تستنوني ان شاء الله في فيديو جديد واكله جديده ووصفه جديده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.